الرجال سلمكم الله دخل محل خضار واخذ يسأل صاحب المحل كم سعر كيلو الموز؟ قال ب8 ريال. التفاح قال ب7 ريال. إلا يوم دخلت عليهم هاك المرة يعرفها صاحب المحل. قال الرجال دقيقة بس، ايش بغيت انت؟ سمي الله يحييك. قالت عسى الاسعار الاسبوع هذا الفواكه مناسب. قال ابشرك الاسعار طيبة بالحيل. كم سعر البرتقال كيلو؟ قال 4 ريال. الموز قال ب3 ريال. التفاح قال بريالين الكيلو. الرجال يسمع الحين واقف ما تمالك نفسه. الرجال زعل، ناظر في صاحب المحل وقال ولد كيف الكلام هذا؟ الرجال تلقائيا على طول صاحب المحل غمز الرجال بعينه قال دقيقة. قال له دقيقة بس ابشر باللي تبيه، خلني اخلص المرة وبجيك. اخذت لها كم كيلو من الفواكه والخضار وطلعت المرة. قال صاحب المحل الرجال العذر من الله ثمك يا لجودي، والله العظيم اني ما غشيتك، والله اني ما غشيتك، لكن المرة هذه تعول لها 4 أيتام. 4 أيتام، وكل ما جيت بساعدها واقول لها خذي الخضار اللي تبينها ببلاش ترفض. الحرمة فيها عزة نفس. وفكرت في طريقة اني اساعدها بدون ما احسسها انها محتاجة لأحد او اني احرجها، وما لقيت الا اني اخفض لها الاسعار. وانا والله يا رجل اني احب التجارة مع الله واحب جبر الخواطر. وازودك من الشعر بيت، المرة هذه تجيني في الاسبوع يوم واحد، في الاسبوع يوم واحد. اليوم اللي تشتري فيه مني والله الذي لا اله الا هو ان ارباحي مضاعفة وان الارزاق تجيني من كل اتجاه. الرجال اللي كان معصب بكى، ما تمالك نفسه من الموقف، وقام وحب راس صاحب المحل. قالوا بيض الله وجهك وجمل الله حالك وكثر الله من أمثالك على موقفك النبيل. إن في قضاء حوائج الناس لذة لا يعرفها إلا من جربها. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا الكلمات وقولوا للناس حسنا، فهذا نهج الأنبياء. من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر.